قبل المشاهدة، المرجو منكم دعمنا بالضغط على زر لايك واشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم. نتذكر وإياكم في هذا الفيديو بعض النجوم المغاربة الذين وافتهم المنية وهم في أوج عطائهم. عادل التجرادي كان لاعباً لأولمبيك خريبكا قيد حياته. توفي يوم 4 نوفمبر 1997. سقط اللاعب خلال حصة تدريبية كان يقودها الراحل مصطفى مديح، وتم نقله لغرفة تغيير الملابس قبل التأكد من وفاته، رحمة الله عليه. يوسف بالخوجة كان لاعباً لنادي الوداد الرياضي قيد حياته. توفي سنة 2001 أثناء مباراة الديربي بين الوداد والرجاء. سقط اللاعب على أرضية الملعب مغشيا عليه. تم نقل اللاعب إلى المستشفى، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، رحمة الله عليه. هشام الزروالي كان لاعبا لنادي الجيش الملكي قيد حياته. خاض اللاعب آخر مباراة له مع الجيش الملكي ضد الكوكب المراكشي. سجل هدفان وتعرض للطرد، وقبل مغادرته للملعب ألقى التحية على جمهور الجيش الملكي. بعد نهاية المباراة تعرض الجميع لصدمة كبيرة بعد سماع خبر وفاته عن عمر يناهز 27 سنة بسبب حادثة سير، رحمة الله عليه. زكريا الزروالي كان لاعبا لنادي الرجاء الرياضي قيد حياته. تعرض اللاعب لحالة تسمم إثر تناوله جرعات من دواء خافض للحرارة، وتم نقل اللاعب للمستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة. توفي اللاعب سنة 2011 عن عمر يناهز 33 سنة، رحمهم الله جميعا ومأواهم الجنة إن شاء الله.